فيديو النهارده هو عرض ومقارنه في نفس الوقت. يعني لو عايز تجيب جهاز كمبيوتر العرض ده اكيد هيهمك وهيساعدك كتير وهتستفيد منه في انك تختار الجهاز اللي يناسبك. انا ايمن عزب ودي قناه AI Store Computer Service. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لو اول مره تشوفنا فاحنا بنقدم اقوى محتوى عن بيع الاجهزه الاستيراد وبنساعد العميل في انه يختار الجهاز الانسب لكل احتياجاته. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. في البدايه كده في ناس كتير بتطلب مننا اجهزه HP 600 G2 واحنا جبناها النهارده لحضراتكم. ومش بس كده، ده احنا هنعمل عليها مقارنه مع الاجهزه HP Z240 تاور ورك ستيشن اللي احنا دايما بنشتغل فيه. ولو حضرتك كنت بتفكر في ان انت تشتري الجهاز HP 600 G2 كوبايه قهوه جميله كده وتعالى بقى اتفرج على المقارنه دي عشان هتستفيد منها كتير بامر الله. وفي البدايه كده الجهاز الاولاني اللي هو HP 600 G2 والجهاز الثاني برضو من شركه HP ولكن اسمه HP Z240 تاور ورك ستيشن. وهنا يبان المقارنه في الاسمين بس، يعني مجرد الاسم بس بتاع الجهاز يبين معانا ان في فرق ما بين الجهاز HP 600 G2 HP Z240 تاور ورك ستيشن. ليه الاسم الكبير المجعلص ده؟ الاسم الكبير المجعلص ده عشان خاطر البورده بتبقى ورك ستيشن والجهاز نفسه بيكون هارد ورك عن البورده البي سي العاديه. يعني اذا هنا عندنا مقارنه في اسم الجهاز اللي هو بيكون اسم البورده. يعني لو جيت حضرتك عايز بورده لجهاز HP 600 G2 هتقول للراجل اللي انت عايز تشتري منه البورده انا عايز بورده HP 600 G2 لان ده اسم الجهاز او البراند بتاع الجهاز بيبقى هو اسم البورده. طب الناحيه الثانيه بيبقى HP Z240 تاور ورك ستيشن. نروح بقى لفكره المعالج او البورده اللي بتشيل المعالج. بتشيل معانا معالجات ايه؟ نبدا بالاتش بي 600 G2 بيشيل معانا فئات البنتيوم والسيلرون اللي هي الضعيفه، وبيجي من بعدها الكور اي 3 الجيل السادس، وبيجي بعدها الكور اي 5 الجيل السادس، وبيجي بعدها الكور اي 7 الجيل السادس اللي هو 6700. ده رقم البروسيسور 6700. طب هل البورده دي بتشيل معانا جيل سابع؟ لا، البورده دي ما بتشيلش معانا جيل سابع. نروح للجهاز الثاني اللي هو HP Z240. البورده بتاعته بتشيل السيلرون والبنتيوم اللي هي الضعيفه شويه اللي هي ما قبل الاي 3، وكمان البورده بتشيل معانا الكور اي 3 الجيل السادس والجيل السابع، والكور اي 5 الجيل السادس والجيل السابع، والكور اي 7 الجيل السادس والجيل السابع. واقصى حاجه بتركب عليها ال 7700K او ال 7700 نورمال. ده رقم البروسيسور الكور اي 7 اعلى حاجه بتركب على الزد 240. ونروح لبنكات الرام. الاتش بي 600 G2 بيبقى فيه 4 بنك رام والزد 240 بيبقى فيه 4 بنك رام. يعني اذا الجهاز دوت يشيل معانا 64 جيجا رام وده يشيل معانا 64 جيجا رام، وطبعا كلها DDR4. نروح لمداخل الساتا. طبعا الاتش بي 600 G2 بيبقى فيه 3 مدخل ساتا بس، يعني احنا نقدر نوصل عليه 3 هاردات. الزد 240 بيبقى فيه 4 مداخل ساتا، ومش بس كده ده كمان فيه خاصيه الNVMe او احدث هاردات موجوده في العالم اللي هي الشريحه. الاتش بي 600 G2 ما فيهوش في البورده مدخل هاردات NVMe. يعني اذا التوتال في قصه الهاردات احنا نقدر نوصل 3 هاردات بس في الاتش بي 600 G2، ولكن في الزد 240 نقدر نوصل 5 هاردات، 4 هاردات ساتا وهارد NVMe. ونروح للحظه الباور سبلاي. الباور سبلاي في الاتش بي 600 G2 بيبقى 280 واط بس وما فيهوش مدخل ال6 بن بتاعه الكروت اللي بتاخد باور خارجي. الزد 240 بتاخد معانا باور 400 واط فعلي وبيبقى فيه كمان المدخل بتاع ال6 بن، يعني نقدر نوصل عليه كارت ياخد باور خارجي ويشتغل معانا ويدينا كفاءه محترمه جدا. في حاجه كمان اضافه ما بين الجهاز ده والجهاز ده، ان الاتش بي 600 G2 مكانه ضيق نسبيا كتير عن الجهاز الزد 240 من جوه الجهاز نفسه. يعني انا لو عندي كارت شاشه كبير حجمه كبير هقدر اوصله على الزد 240، مش هقدر اوصله على ال 600 G2. اولا لاجل الباور، ثانيا لاجل ان البورده ضيقه نسبيا من جوه فمش هتاخد معايا كروت شاشه كويس. بكده احنا نكون لخصنا الفرق ما بين ال 600 G2 والفرق ما بين الزد 240. ونروح لاول عرض معانا هو اتش بي 600 G2 تاور، عليه بروسيسور كور اي 5 من الجيل السادس رقمه 6500،
عليه رامات 8 جيجا DDR4، وعليه هارد HDD 500 جيجا، وعليه باور سبلاي 280 واط، وفقط وحصري لعملاء شركه AI ب 4250 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. والعرض الثاني اللي معانا هو HP Z240 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور i5 من الجيل السابع رقمه 7500، عليه رامات 8 جيجا DDR4 وهارد HDD 500 جيجا وباور سبلاي فعلي 400 واط، وكمان في مدخل هاردات NVMe لو حابين نضيفه. وفقط وحصري لعملاء شركه AI ب 5500 جنيه بس حتى نفاذ الكميه، ومتاح في الجهازين تعديل الامكانيات حسب رغبه العميل، مفيش اي مشكله. ولو وصلت لغايه هنا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنتشرف ان احنا نشحن لهم في كل المحافظات، حضرتك بتحول على الارقام اللي موجوده على الشاشه دلوقتي 500 جنيه جديه شراء، وبتدينا على الواتس الاسم والعنوان ورقمين تليفون، واحنا بيجي دورنا هنا وبنجهز الجهاز لحضرتك وبننزل لك عليه الويندوز والتعريفات والبرامج. ومش بس كده، ده احنا كمان بنقفله في كرتونه وبنبعته مع شركه الشحن، وحضرتك بتدفع باقي ثمن المنتج عند الاستلام من مندوب شركه الشحن. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي عايزين ينورونا في الفرع، احنا عنواننا في القاهره الزيتون، شارع ترعه الجبل، امام مسجد الظواهري بجوار فتح الله جمله ماركت. احنا ضمننا 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، وحتى لو واجهتك مشكله ولو بعد سنه لو ضمانك خلص احنا بنساعدك في حلها. والناس اللي جربت ضماننا قبل كده تدخل تقول لنا في الكومنتات تجربتهم الحقيقيه مع الضمان. وانتظروا مزيد من العروض اللي تليق بحضراتكم بامر الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.